المشرحه ناقصه قتله يعني. قال يعني هو من قله البيانات مش كفايه علينا الكابتن حسين لبيب؟ يعني هيبقى حضرتك وحسين لبيب كمان؟ يعني واحنا ناقصين بيانات؟ يعني كأن اللي جدد ده سيف الدين قطز، هو لعيب بشخ اصلا يعني. هو بلا صياح ارجوكم، بلا صياح، الوضع ريلاكس خلاص. يعني لعيب امه هي اللي ماشياه. ده اللي بتبقى مخطوبه لواحد وبتلاقي ان امه اللي ماشياه بتسيبه. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. فما بالك نادي مستني بيان من ام لاعب؟ هو لعيب بشخ ليه بس كده بس كده بس؟ ليه بس كده بس كده بس؟ يعني هو كلاعب تعبان وبشخ، ده احنا مش مختلفين عليه ومش مفيد، وفي 60 كاس هنروح بيراميدز. ده عيل بشخه، عيل بشخه. بلا صياح ارجوكم، بلا صياح. امه اللي ممشياه ويعمل معاك كده؟ احنا الزمالك، سيف جعفر اخرى ايه؟ ده الحكايه كده. ده احنا الزمالك اللي بيعدي من جنب سور النادي بيتعرف وبيشاوروا عليه، اللي اي لاعب بيتمنى ان اسمه يرتبط باسم نادي، يرتبط بيه بس، يدخل القايمه بس. بس هي ايه؟ والله هو هيصة في الكلام ولا ايه؟ مش هيصة في الكلام هي. الست المحترمه طالعه بتقول اصل سيف ما بيشاركش عشان بشخ. خد التقيلة. ايه هتسخ في وسي؟ عشان تعبان ما بيشاركش. السيدة جيهان حسيب والدة اللاعب سيف فان. ما زلت أتعجب من الوالد الذي يقحم نفسه في ظروف لا يعلم عنها شيء، طالعة بقى تصفي حساباتها مع احنا مالنا احنا بمال القصة دي. هيخرب بيت الكورة على اللي اخترع الكورة، على اللي دخل لنا الكورة، على اللي بيشتغل في الكورة، ده يتلعنهم كلهم. المشاكل العائلية دي ايه اللي مدخلنا احنا في القصص دي؟ اعتقد ان هذا الاب يفضل بقاء نجله على دكة نادي الزمالك ويحاول شراء الجمهور عن شرح وجهة نظر نجله المظلوم فنيا. وهو مش مظلوم فنيا، هو بشخة بس. انت ما بتحسش يا اخي انت مش بني ادم. نحن كأسرة سيف، أسرة سيف يا حاجة، انت امه وخلاص، يعني انت وهو وخلاص، نحن هتخليها أسرة؟ انت الحقيقة انت يعني ابنك محدش اصلا هيعرفه لان هو لاعب بشخ اصلا تعبان، وهيروح بيراميدز برضه، هيقعد على دكة بيراميدز، بس الفرق ان هو كان اتعرف في نادي الزمالك الجماهيري وراح دلوقتي نادي مفيش 2 في مصر بيشجعوه، فهيقعد على الدكه مفيش 2 في مصر هيجيبوا سيرته ولا هيجيبوا اسمه، وهتطلعي تتمحكي وتلحسي عشان ترجعيه نادي الزمالك. مش محتاجة حاجة يعني.